سؤال: ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. سؤال: متى ولد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل. سؤال: في أي مكان ولد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ولد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ونشأ بها على الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق. سؤال: ماذا كان يقلبه ويسموه أهل مكة؟ جواب: كانوا يسمونه الصادق الأمين. متى نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي من الله تعالى؟ جواب: أنزل الله عليه الوحي بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم 40 سنة على يد جبريل عليه السلام. سؤال: في أي مكان؟ جواب: كان في غار حراء في جبل النور بمكة المكرمة. سؤال: في أي ليلة؟ جواب: في ليلة القدر، ليلة الاثنين 17 من رمضان. إلى من أرسله الله تعالى؟ جواب: أرسله إلى جميع الناس والجن في العالم كله. سؤال: إلى ماذا دعاهم؟ جواب: دعاهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له وإلى الصدق والأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. أمور الدين أي علامات الوجود. جواب: أمور الدين 4 أفر: صحة العقد وصدق القصد والوفاء بالعهد واجتناب الحج. سؤال: ما معنى صحة العقد؟ جواب: معناه الجزم بعقائد أهل السنة. سؤال: ما معنى صدق القصد؟ جواب: معناه العبادة بالنية والعمل بالإخلاص. سؤال: ما معنى الوفاء بالعهد؟ جواب: معناه امتثال ما أمر الله به. سؤال: ما معنى اجتناب الحد؟ جواب: معناه ترك ما نهى الله عنه. سؤال: ما هو الإسلام؟ جواب: الإسلام هو تسليم ظاهر لما جاء من عند الله تعالى على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما هو شروط الإسلام؟ جواب: شروط الإسلام 6 له: العقل 6 له: العقل والاجتناب والنطق بالشهادتين للعقدر عليهما والترتيب والموالاة. قال: كم فروض الوضوء؟ جواب: فروضه 6: الأول النية عند غسل الوجه، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح بعض الرأس أو شعره، الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، السادس الترتيب. سؤال: كم سنن الوضوء؟ جواب: سننه كثيرة، منها التسمية غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والسواك والمضمضة والاستنشاق. سؤال: كم نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء 5: الأول الخارج من أحد السبيلين، الثالث النوم غير ممكن مقعده من الأرض، الثالث زوال العقل بسكر أو جنون أو غماء، الرابع لمس المرأة الأجنبية، الخامس مس الفرج الإنسان بباطن الكف. ما مكروهات الوضوء؟ جواب: الإسراف في الماء والتكلم بغير الذكر والاستعانة عليه بآخر. سؤال: ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ جواب: يحرم عليه الصلاة والطواف ومسح وحمله. سؤال: ما الغسل؟ جواب: هو جسم الإنسان كله من على الرأس إلى منتهى القدم. سؤال: كم فروض الغسل؟ جواب: فروضه 3: الأول النية عند غسل أول جزء من البدن، الثاني إزالة النجاسة من البدن، الثالث وصول الماء إلى جميع البشرة والشعر. سؤال: ما نية الغسل؟ جواب: هي نية لرفع الحدث الأكبر. سؤال: ما الحدث الأكبر؟ جواب: هو كل ما أوجب الغسل. سؤال: كم هي مخارج الحروف؟
جواب هي 17 مخرجا على المختار. سؤال كم موضعا لهذه 17 مخرجا؟ جواب لها 5 مواضع: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. سؤال: ما هي قاعدة التي يعرف بها مخرج الحرف؟ جواب هي أن تسكن الحرف أو تشدده وتدخل إليه لهمزة الوصل ثم تصغي إليه، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه. سؤال: ما المخرج الأول وكم حرفا يخرج منه؟ جواب: المخرج الأول الجوف ويخرج منه حرفان وهما. سؤال: ما المخرج الأول؟ جواب: المخرج الأول الجوف ويخرج منه 3 الحروف: الألف والواو والياء الساكنات. سؤال: ما المخرج الثاني وكم حرفا يخرج منه؟ جواب: المخرج الثاني أقصى الحلق يعني أبعده مما يخرج منه حرفان وهما اللمزة واللا. سؤال: ما المخرج الثالث وكم حرفا يخرج منه؟ جواب: المخرج الثالث ويخرج منه حرفان وهما العين والحاء المهملتان. سؤال: ما المخرج الرابع وكم حرفا يخرج منه؟ جواب: المخرج الرابع أدنى الحلق يعني أقربه مما يلي الفم ويخرج منه حرفان وهما الغين والخاء المعجبتان.